طبعا بعد كل اللي بيحصل قدام عينيك دلوقتي ده واللي انت شايفه بنفسك، مش محتاج حد يشرح لك اي حاجة، مش محتاج حد يقول لك ايه اللي بيحصل. قاعد مستني ايه بقى؟ تجربة معاناة الناس، بتضحياتهم، بدمهم، بصبرهم، تجرب كلام ربنا سبحانه وتعالى. تفتكر مش هيتجروا بيك انت؟ طب اهو بيحصل قدام عينيك. ده اللي بنتكلم فيه من سنة ونص، لكن للأسف كل اللي على لسان الناس الإنكار والتضليل والتخوين وكل الكلام ده. ولكن كل حاجة دلوقتي قدام عينيك انت اللي شايف الناس في النص مطحونين، لا راحة ولا أمان ولا حتى سايبينهم ياكلوا ويشربوا، بيتاجروا كمان بالأكل والشرب، وكل حاجة قدام عينيك. فانت قاعد مستني بقى؟ قوم اشتغل، قوم ذاكر، خد بالك من حياتك ومسؤولياتك، خد بالك من أهلك. لو حتى في حرب بعد ساعتين، شوف مش بكرة، لو بعد ساعتين، خلي بالك من مسؤولياتك. اشتغل وذاكر واجتهد وسافر، الدنيا مليانة فرص. التفت لمسؤولياتك انت واعمل اللي تقدر عليه، وسيب اللي قاعد يرمي بلاويه على الناس يرمي زي ما هو عاوز. المهم انت ما تتعذرش، المهم انت ما تقعدش تقول خلاص العالم بينتهي والحرب جاية وكل الكلام ده. كل دي أعذار والعمر بيعدي مش هيستناك. أنا بفكرك تبص حواليك بعين الحكمة وتعمل اللي عليك، لأن مفيش حد بيتمنى لك تكبر ولا في حد عاوزك كويس، وكل حاجة تقدر تشوفها بنفسك لو ركزت. اعمل اللي عليك لأن الدنيا كبيرة ومليانة فرص، ويا رب الرسالة توصل. سلام.